عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. فدعا عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران، ألا يقربن الصلاة سكران. فدعا عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة: فدعا عمر فقرئت عليه فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينادي للصلاة كان يقول: ألا يقربن الصلاة سكران، ألا يقربن الصلاة سكران. قال الله تعالى: قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. طيب الاسم ذنب في الدين، حرام قطعيا. طب ايه المنفعة اللي في الخمر؟ اما اسمهما فهو في الدين، واما المنافع فدنيوية، من حيث ان فيها نفع البدن وتهضيم الطعام واخراج الفضلات وتشحيذ بعض الاذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسودا لا نهاب اللقاء. حسان بن ثابت كان شاعر في الجاهلية، فكان بيقول على الخمر: نشربها فتتركنا أسودا وملوكا لا نهاب اللقاء. وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال الله تعالى: واسمهما أكبر من نفعهما. اسم الخمر وضرره أكبر من نفعه، بيضر العقل والبدن. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات. الخمر حرام بتاتا، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما قرأ عمر هذه الآية قال: انتهينا انتهينا. فهل أنت أخي الفاضل ستنتهي عن الخمر والميسر وستنتهي عن كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
عليك الصلاة والسلام يا رسول الله.